مهم كمان وانت بتخطط للشغلانه اللي انت هتشتغلها تبقى عارف انت ازاي تقدر تبقى مميز في الشغلانه دي، لان في حاجه مهمه لازم نكون متاكدين منها، ان الشغلانه اللي انت رايح تعمل فيها انترفيو مينيمم في 50 60 واحد قدموا فيها هم كمان، وده اللي بيخلي التيم بتاع التالنت اكوزيشن دايما عنده السؤال اشمعنى اعينك انت ما اعينش حد تاني. واجابه السؤال ده بترجع لحتتين. الحته الاولانيه لو انت اصلا شغال نفس الشغلانه ديت في شركه تانية، فهو في الاغلب هيبقى سامع عنك من الشركه التانية انت شاطر لحد فين. يا اما لو انت اول مره تشتغل في الصناعه ديت او تقدم في الشغلانه ديت، هتبقى محتاج يبقى عندك اجابه واضحه ومقنعه للانترفيور اللي بيعمل لك الانترفيو انت ليه احسن حد تشتغل الشغلانه دي. وهنا هحتاج ارجع لنقطه تانية مهمه جدا، هي نقطه النتوركينج، ان انت تكون عارف ناس شغاله في نفس المجال اللي انت حابب تبقى بتشتغل فيه، لان معرفتك بالناس ديت هيساعدك بشكل كبير جدا وانت بتعمل انترفيو وتروح تقول والله انا اعرف فلان او انا اشتغلت قبل كده مع فلان. فالريفرنسز ديت بتفرق شويه مع انترفيور، بتطمنه ان الشخص ده فاهم فعلا، الشخص ده شاطر فعلا بحكم ان هو يعرف الناس دي. ومعلومه ليكم اقولها لكم عن الكارير بتاعي، انا اغلب الشغلانات اللي انا اشتغلتها كانت من النتورك، مش انا اللي رحت عملت انترفيو.